حماية في الوقت ده كان هو قاعد في الصالون وعمال يتفرج على التلفزيون، وقعد ينادى عليا بس انا ما عبرتوش، لاني بصراحة كنت مندمجة قوي مع نفسي في الأوضة ولوحدي، وبعمل طبعا اللي انتوا عارفين. انا اسمي تسنيم، متجوزة وعندي 25 سنة، لسه صغيرة يعني، عايشة في البيت ده كله لوحدي، انا وجوزي وحماية. عايزة اقول لكم جوزي محمود سافر، وحماية كان له شنة ورنة، وهو اللي مسؤول عن كل حاجة في البيت، وكان قاعد في شقته وانا كنت قاعدة في شقتي. وكنت متعودة من ساعة ما اتجوزت انا وجوزي، متعودين ان احنا نعمل العلاقة كل يوم، وانا كنت بحب قوي الحاجات دي جدا. وكان بصراحة جوزي مهنيني ومدلعني وكان ممتعني ومخليني كمان مش محتاجة اي حاجة. بصراحة كان كل يوم على طول بعد الشغل يروح الشغل ويجي فيقولي ايه انتي جاهزة، اقوله اه طبعا انا جاهزة. عايزة اقولكم ان انا اتعودت على كده، وانا وهو كان كل يوم بنعمل علاقة مع بعض وندلع بعض. هو كان بيحب كده وانا بصراحة كنت بموت في كده. هو اول ما اتجوزني كان بيقولي انا هطلب منك طلب، لما اطلبك اوعي تقوليلي لا، وياريت ما تتحججيش باي حاجة. انا طبعا دايما لما كان بيطلبني ويقولي انت جاهزة كنت بقوله انا جاهزة على طول. وكمان كنت بستناه لما يجي من الشغل او لما يجي من اي سفرية، وكنت اقوله ما تغيبش. كان يروح ويرجع في نفس اليوم. كان عارف ان انا مقدرش استغنى عنه، ولا كمان قادر ان هو يبعد عني، وهو كان عارف كده لان كنا خلاص اتعودنا. كان كل يوم بعمل العلاقة دي وكنا خلاص اخدنا على بعض قوي، وكمان كل يوم اتعودنا ان احنا نعمل كده. وفي يوم بقى لقيته اتفاجئت ان هو جاتله سفرية، والسفرية دي للأسف شهرين برا البلد. انا بصراحة اتضايقت جدا زعلت منه قوي، وقلت له لا مش ينفع ان انت تسافر ويغور الشغل، انا مش هقدر ان انا استغنى عنك، وانت عارف بسبب ايه. انا ما اقدرش ان انا ابعد عنك ومش عايزاك كمان تبعد عني. لقيت جوزي بيقولي ما علشان اجيب لك كل حاجة انت عايزاها وكل اللي انت بتتمنيه لازم ان انا اسافر السفرية دي شهرين وارجع. قلت له طيب فيها ايه لما تاخدني معاك، خدني معاك واحنا نعيش مع بعض وهعمل لك اللي انت عايزه. قال لي لا ما ينفعش، الشغل اللي انا هروحه ده للاسف هيبقى طول الليل وطول النهار مشغول، وهبقى بعيد عنك وانتي مش هتتحملي ده، فخليكي هنا الشهرين دول ونتحمل بعض علشان نحوش كده قرشين، نعمل لنا قرشين كويسين وننزل نظبط بعض هنا. انا يا جماعة بصراحة كنت متضايقة جدا وكنت مش متحملة السفرية دي، وقعدت كمان زعلانة ومتأثرة في شقتي. وجوزي كان قبل ما يسافر قعد يوصيني على ابوه ان انا يعني انزله او هو يطلع لي يقعد معاي، وقال لي بصي ده راجل كبير وملكيش بركة اللي هو، اعملي له كل اللي نفسه فيه، واعملي الاكل اللي هو بيحبه، ولبيله كل طلباته. وانا بصراحة كنت بحب جوزي وما بحبش ان انا ارفض له طلب، وسمعت كلام جوزي وكنت باخد بالي قوي من حماية. بس بصراحة كنت بقعد اوقات كتيرة قوي في شقتي، ما انا وحيدة برضه وليا احتياجاتي، وزي ما قلت لكم انا كنت متعودة ان اعمل العلاقة دي مع جوزي، فانا دلوقتي كنت محروم. لحد بقى ما حماية لقيته جاي وبيشتكي كمان لجوزي من الوحدة اللي هو قاعد فيها، وكمان قاله ان انا ما بنزلش ان انا اقعد معاه او اونسه او اخد بحسه. فلقيت جوزي كلمني وقال لي بصي انتي حاولي انك تنزلي كده تقعدي تحت مع ابويا، يا اما هو هيطلع لك الشقة يا اما انتي تنزلي له. قلت له خلاص ماشي، واتفقت على ان حماية ينزل مرة وانا او يطلع لي الشقة مرة او انا انزل له مرة. وبقيت متعودة بقى ان حماية هو اللي يطلع لشقتي، لاني ما كنتش بصراحة اليوم بتاعي ان انا انزله ما كنتش بنزل، فهو اللي كان بيطلع. لحد كده ما في يوم من الايام لقيت حماية كده بيجي في وقت ويقفل كده على نفسه الأوضة، وكنت دايما بسمعه مشغل حاجة بتطلع صوت عالي. جالي فضول ان انا ابص عليه كده من خرم الباب، انا عارفة ان ده حرام بس جالي فضول ان انا ابص عليه. لقيته مشغل التلفزيون وكان قاعد في وضع مش عارفة اقول لكم يعني الوضع ده. ولقيت حماية كمان معلي التلفزيون وبيتفرج عليه وبيعمل كده حاجات مش طبيعية. حماية اللي عنده 50 سنة، لاحظت عليه حاجة غريبة انه هو احسن من اي شاب صغير، وكمان اجمد من ابنه بكتير مع انه راجل كبير. بس يمكن بقى الوحدة، وان يعني مراته توفت من زمان وسايباه علشان كده هو جامد يعني. هو عنده 50 سنة، بس بصراحة اللي يشوفه ما يدلوش 50 سنة خالص. وبصراحة بقى انا مخبيش عليكم،
انا بقيت اتفرج عليه وهو في الوضع ده من خرم الباب، وكل ما ابصله اتخيله وهو بيعمل الوضع ده معايا. بصراحة كنت حابة ان انا اشوفه واتعامل وابص كده عليه وهو بيعمل كل حاجة. كنت ابص عليه كده من خرم الباب من غير ما ياخد باله، لحد ما في يوم من الايام كان داخل الاوضه وقافل على نفسه. فبقوله ما تقعد معايا، هو انت رايح فين؟ قال لي لا 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 لا، انا بحب اقعد كده مع نفسي شويه جوه الاوضه. قلت له على فكره بقى، انا عايزه اقول لك على حاجه، انا سمعتك. لقيته فجاه كده اتكسف وقال لي يعني ايه سمعتيني؟ قلت له ايوه سمعتك، بس انت كتر خيرك انك يا عيني محروم من زمان ومراتك كمان متوفيه، ده انت الله يكون في عونك. وللأسف بقينا نقرب من بعض، وأنا بقيت أغلب الأوقات قاعدة معاه في الشقة، ما بقيتش كمان أطلع شقتي أو هو يطلع معايا الشقة مكان بينزل شقته. بقينا تقريبا عايشين مع بعض. حتى أنا كنت في الأول بهجل منه وأبقى لبس محافظ، بس دلوقتي بقيت ألبس لبس عادي جدا، ده كمان لبس مكشوف مش أي لبس عادي يعني. بقيت بتدلع على راحتي، ما خلاص ما أنا جوزي سايبني بقى وأنا محرومة من الحاجات دي. بصراحة كنت بلاقي حماية بيبص عليا وعينه تاكلني مني أكل، لحد ما في يوم من الأيام كده دخلت الأوضة عندي وقلت بقى أريح لي شوية من الشغل، ما أنا طول النهار عمالة أمسح وأكنس وأطبخ بس. فقلت أريح من الشغل طول النهار. كان في الوقت ده حماية قاعد في الصالة، كان قاعد بيتفرج على التلفزيون، قعد ينده عليا لكن انا ما ردتش عليه، لان انا بصراحه كنت مندمجه قوي مع نفسي في الاوضه. فلقيته فجاه راح فاتح عليا الباب بالراحه، وللاسف انا كنت في الوضع ده ودخل عليا وقفل الباب. وانا مش قادره اقول لكم ما قدرتش ساعتها اقاوم حماية. هو تقريبا كان في اليوم ده كان واخد زي حاجه كده زي حبايه، لقيته فرهدني قوي وانا سلمت له نفسي. بصراحه ما كنتش قادره اقاوم. بصراحه طلع الراجل اللي عنده 50 سنه طلع أجمد بكتير من ابنه الصغير. وللأسف بقينا كل يوم بنعمل علاقة مع بعض، بقيت عايشة مع حماية كأنه زوج وزوجة خلاص. أنا اتعودت عليه قوي لدرجة إن أنا نسيت جوزي لحد ما حبيته، وهو كمان اعترف لي إن هو بيحبني. ولقيته كمان بيقولي وبيعترف إن هو بيحبني، وأنا كمان مش قادرة أستغنى عنه ولا هو قادر يستغنى عني. وانا كمان اعترفت له ان انا بحبه ومغرمه بيه، وخلاص بقى نسيت جوزي اللي بقاله شهر ونص بعيد عني. انا مش عارفة اعمل ايه، بس انا حاسة بالذنب قوي من ناحية اللي انا بعمله ده. اعمل ايه؟ ما هو جوزي هو اللي سافر وسابني، وحاسة ان اللي كل اللي بعمله ده غلط، وحاسة بالذنب، وكل اللي بيحصل ده اخرته هيبقى خراب بيوت. بس انا اللي اعمل ايه؟ انا قلت له بلاش تسافر لكن هو اللي سافر. انا مش عارفة اعمل ايه، انا بقيت قلقانة وخايفة جدا كل يوم من اللي انا بعمله. فحبيت ان انا احكي مشكلتي هنا علشان تقولولي اعمل ايه وتساعدوني وتقولولي رأيكم في التعليقات، ومنتظرة منكم كل تعليقاتكم، بس ياريت بدون تجريح. اعتبروني اختكم وانصحوني وانا مستنية كل نصايحكم.